السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هعلمك ازاي تعملي تورته بسيطه جدا وهتطلع معاكي باحترافيه زي ما انت شايفاها. من اول الكيك هنعملها كمان بالاسبونج البيتي، طريقه الحشو والتغليف. وهي كمان التورته مش محتاجه تجليس، يعني سهله جدا لو بتشتكي من التجليس ومش بتعرفي تجلسي التورته. هو يا دوب كده ورق فاكيوم هنلف بيه التورته وهتطلع معاكم كده بمنتهى الشياكه. تعالوا نشوفوا بقى الطريقه، بس الاول نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه انا استخدمت 5 بيضات يكون حجمهم كبير، عليهم باكو فانيليا سايله او بودر المتوفر عندكم، عليها معلقه كبيره من محسن الجل، ونزلت عليهم بكوبايه الا ربع من السكر، سكر عادي حبيبات. هنضربهم بقى كويس جدا لمده 5 دقايق لحد ما القوام كده يكون فوم ويتضاعف حجمه ويكون لونه ابيض. تمام كده هنضربهم لحد ما نوصل للقوام ده، وبعدين هنضيف عليهم نص كوبايه من الميه الساقعه وهنضربهم كويس. هتحسوا كده ان القوام خف معاكم شويه، مفيش اي مشكله. بعد ما هنضيف المواد الجافه القوام هيرجع تاني يتقل. احتجت بقى معايا كوبايتين الا ربع دقيق، عليهم حوالي معلقتين كبار من الكاكاو الخام، عليهم معلقه كبيره من باكو كيك شيف، يعني حوالي معلقه وربع كده، وضفت كمان عليهم معلقتين كبار من النشا. خلاص كده هنرجع بقى نضرب بالمضرب تاني لمده كده 3 4 دقايق لحد كده ما نتاكد ان المكونات كلها اندمجت مع بعض. انا الخليط ده هستخدمه في صينيه مقاس 22، هيطلع معايا 3 طبقات حلوين جدا. لو حابين طبقات اعلى يبقى تستخدموا الخليط ده في صينيه مقاس 18، هيطلع معاكم 4 طبقات او 5 طبقات. كده الخليط جاهز معايا. بطنت بقى الصينيه بورق كده، ورق الزبده، وعملت كده صوره عادي. انا مستخدمه صينيه عاديه، يعني مش ضروري يكون صورها عادي. نساوي بقى كده الخليط بالسكينه علشان الوش يطلع معانا مظبوط. طبعا مسخنه الفرن كويس جدا من اول ما بدخل الصينيه رف وسط، يعني على درجة حرارة متوسطة، تكون كده مايلة للعادي. السبونج بيستوي على درجة حرارة عالية. اخدت معايا بالظبط ساعة الا تلت، وخرجتها وغطيتها. الافضل تسيبوها حوالي ليلة او على الاقل يعني 4 ساعات تكون بردت. ما شاء الله السبونج طالع خفيف وهش، وهتشوفوه دلوقتي بجد شكله في منتهى الجمال. قشرت كده الطبقة اللي من فوق، وانا قسمته على 3 طبقات او 3 ديسكات. هنحضر بقى الكريم شانتيه. استخدمت نص كوبايه سكر عادي حبيبات، بس يكون اللي هو اللي لونه ابيض ده الحبيبات وناعمه يعني. نزلت عليهم بكوبايه الا ربع ميه ساقعه متلجه، وهضربهم كويس جدا مع بعض الاول، نتاكد يعني ان السكر داب مع الميه. وبعدين نزلت عليهم بكوبايه من الكريم شانتيه، طبعا الكريم شانتيه خام، كوبايه كبيره من كوبايات الميه. حبيت الكريمه تكون شوكولاته، فضفت لها معلقه كبيره من النوتيلا اللي هي بديل النوتيلا. وكده خلاص الكريمه جاهزه معايا. هنبتدي بقى نحشي كده التورته. حطيت كده حاجه بسيطه من الكريم شانتيه على البورد عشان نثبت كده اول طبقه، وسقيتها بشربات خفيف. وهنوزع كده طبقه الكريم شانتيه ونسويها طبعا كويس. بعدين هننزل بالطبقه التانية، برضو هنسقيها شربات خفيف، وهنضيف عليها طبقه من الكريم شانتيه. عايزه اقول لكم تورته سهله وسريعه ومش محتاجه كمان تجليس، هتشوفوها دلوقتي وهتطلع معاكم بجد شكلها في الاخر في منتهى الشياكه. يعني بجد لازم تجربوها وهتاكلوا ان شاء الله احلى تورته، احلى كمان من الجاهزه. نزلت بقى كده باخر طبقه من الكيك وسقيتها برضو بالشربات. ده شربات خفيف، يعني حوالي نص كوبايه سكر عليها كوبايه الا ربع من الميه، واديتهم كده عصره نص ليمونه. يا دوب سبتهم بس يغلوا كده دقيقتين، وبعدين سبتهم يبردوا. وبحفظها بقى في الفريزر، وبنسقي بيها كده التورته او الكيك يعني. هنساوي بقى كده جوانب التورته، طبعا مش محتاجه تجليس لاني انا هلفها بشريط من شريط الفاكيوم.
فالتورته دي بجد حلوه قوي لو مبتدئه يعني ومالكيش في التجليس قوي، هتسهل عليكي جدا. اللي هو شريط الفاكيوم ده موجود عند مستلزمات الحلويات او اللي بيبيعوا خامات الحلويات، وسعره كمان مش غالي. في منه الشفاف، في منه اللي هو بيبقى مطبوع عليه زي ده كده. تقريبا النص متر منه اللي هو المطبوع ده تقريبا ب10 جنيه، والشفاف بيكون المتر منه ب8 جنيه. حضرت بقى جلاش الشوكولاتة. استخدمت حوالي 100 جرام من الشوكولاتة الخام، عليها ربع كوباية من المية المغلية، عليها معلقتين زيت، واتأكدت ان الشوكولاتة ساحت مع المية. وبعدين فصلت كده ما بين الشوكولاتة الخام اللي هي الدارك والشوكولاتة الخام اللي بالحليب. يعني هما الدرجتين قريبين شوية من بعض يعني، بس هي واحدة سادة سادة اللي هي الدارك، والتانية اللي هي اللون الأفتح شوية بالحليب. عملت كده شكل بالسكينة يعني زجزاج كده ما بينهم، هي مش واضحة قوي في الكاميرا يعني، بس كانت على الحقيقة باينة الدرجتين. وبعدين بشرت كده شوكولاتة سادة وشوكولاتة بالحليب، وهوزعها كده على اطراف التورته. يعني هو التزيين سهل جدا وبسيط وما فيهوش اي حاجه، بس في الاخر عطاني شكل حلو قوي للتورته. هتشوفوا دلوقتي وان شاء الله يعجبكم، وقولوا لي رايكم فيه في الكومنتات. يعني لو مالكيش في التجليس ولا في التزيين، بالطريقه دي هتطلعي تورته في منتهى الشياكه زي ما هتشوفوها او زي ما شفتوها في اول الفيديو. عملت كمان كده اشكال من الشوكولاته الخام على ورق الترانسفير على شكل ورده، وبعدين وزعتهم كده على الجناش الساده. وفي الجنب التاني عملت روزيتات من مربى الحليب. ادتني كده شكل حلو قوي وبسيط. وبعدين كده زينت باللي هي الكرات الكريسبي، اللي هي كريسبي الشوكولاته ده اللي هي الحجم الكبير. وزعت كده 3 منهم، بسيطه جدا مفيهاش اي حاجه زي ما انتم شايفين، بس هي ما شاء الله طالعه شكلها حلو قوي. وقولي لي بقى رايكم فيها. تورته بسيطه وسهله من اول الاسبونش البيتي، الحشو ولا اي حاجه، الجناش، التزيين من غير تجليس ولا اي حاجة. يعني جربوها بجد هتعجبكم وهتطلع معاكم احلى من كده كمان. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.